كل حاجة بتتغير في هوليوود دلوقتي. جيل عظيم بدأوا يبعدوا عن السينما وبيظهر جيل جديد زي ما بيقولوا، يعني وجوه شابة. بس هما مش وجوه، لانهم بدأوا يصنعوا اسطورتهم وبيغيروا شكل هوليوود واختيارات المنتجين. الادوار المعقدة والصعبة هتكون ليهم هم بس، وناس زي الباتشينو وميريل ستريب والمخرج ديني فيلينوف قالوا ان دول من افضل الممثلين اللي شافوهم في حياتهم. فتخيل لما دول يقولوا كده، فده معناه ان احنا هنشوف حاجة مش طبيعية. بس السؤال بقى، ايه اللي بيميز الثلاث ممثلين دول؟ ليه التوقعات عليهم عالية غير ناس كتير؟ قبل ما نبدأ، لايك سريع لو ناسي، ولو دي اول مرة تشوفني ممكن تشترك في القناة، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه. اتمنى يعني ان احنا نوصل السنة دي 200,000 سبسكرايبر، لان اكتر من 70% تقريبا مش عاملين سبسكرايب من اللي بيتفرجوا على الفيديو. في فيلم إلفيس اللي عمل بطولته أوستن باتلر، اللي هو كان واحد من أقوى الأفلام في 2022، من أول إنتاج الفيلم اللي كلف 85 مليون دولار وأرباحه اللي وصلت 300 مليون دولار. ما ننساش إنه كان فيلم سيرة ذاتية وموسيقي، فما كانش متوقع إن هو يجيب الأرباح دي كلها، غير تقييماته من الجمهور والنقاد اللي كانت أغلبها إيجابية، وترشح ل8 جوائز أوسكار في 2023. بص عد معايا كده: أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل تصوير، أفضل مونتاج، افضل تصميم ازياء. واوستن باتلر خد الجولدن جلوب كافضل ممثل في السنه دي، ده غير جوائز البافتا وغيرها. بس الوصف الاهم اللي اتقال عن الفيلم وعن اوستن باتلر تحديدا ان ده ما كانش فيلم سيره ذاتيه، ده كان عرض حي على الشاشه. اوستن باتلر بيذوب تماما في شخصيه إلفيس، اداء اسطوري وغير متوقع. توم هانكس بعد الفيلم وصف باتلر ان هو ما كانش بيمثل، هو كان إلفيس نفسه، خلى الكل يتكلم عنه كواحد من الاساطير اللي جايه تصنع بصمتها في هوليوود. Man, I used to dream of being a great actor like Jimmy Dean. It's just to help me not sound like Elvis. How do you sort of deflate when you get home after working on a part like that? Well, it was a particular experience because the role itself requires me to dig into human things that are conflicting. You know, I mean, it was a profoundly monstrous things were done. But then at the same time, I would have a lot more reservations about doing it if it wasn't Tarantino. ويمكن انت تعرفه دلوقتي كنجم، ولكن بدايته كانت في كاليفورنيا. بالصدفة بيدخل عالم التمثيل في مسلسلات الأطفال والتينيجرز على نيكوليديان، وطبعا زي أي ممثل الناس بتقول عليه شكله حلو، يعني بيزنقوه كده في الزاوية لحد بقى ما يثبت العكس. تصريح ليه بيقول إنه كان كل يوم بيصحى ولما بيراجع الأدوار بيسأل نفسه هو ده فعلا أنا ولا أنا أعمق من كده؟ وسؤال عامة أنا صدقه، لأن هتلاقوا أغلب اللي بيشككوا في نفسهم دول بيبقوا عباقرة، بيبقوا أجمد ناس موجودين على الكوكب. ولو رجعت للتاريخ هتلاقي ممثلين ورسامين ومغنيين أساطير كلهم كانوا حاسين إن هم مش موهوبين، أو زي ما بيتعرف بالإمبوستر سيندروم، اللي هو بيبقى موهوب بس حاسس إن هو مش موهوب وبيكذب على الناس وهو في الحقيقة ما عندوش أي حاجة. فأوستن باتلر كان عنده المتلازمة دي، واللحظة اللي حولت حياته هي لما تارانتينو اختاره في فيلم وانس ابون تايم من هوليوود. اداؤه خلى المخرجين يقولوا كده الولد ده باين له هيعملها ولا ايه؟ وعشان كده بيجي الفيلم اللي بيغير كل حاجه. فيلم إلفيس لما نزل كسر كل التوقعات، واوستن باتلر قدم واحد من افضل الاداءات التمثيليه لافلام السيره الذاتيه. النجاح كان مش طبيعي، وبعدها دوره في فيلم دون مع ديني فيلينوف، وبدا يطلع على اعلى سلم هوليوود بين النجوم الشباب. وتصريحاته خطيره عامه: عايز ادوار تخوف، ادوار تحسسني ان ممكن اخسر كل حاجه. وفي الاوقات دي عامه انت بتكتشف ان انت كان عندك امكانيات ما كنتش تعرف ان هي موجوده اصلا. ما ينفعش اتكلم عن ممثلين بيغيروا شكل هوليوود دلوقتي من غير ما اتكلم على تيموثي شالاميت. يمكن هو اول اسم بيجي على بالي، الطفل اللي بيحلم بكل حاجه. But the truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan, Michael Phelps, and I want to be up there. So I'm deeply grateful to that. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. مبدئيا تحس ان هو مش ممثل، هو شاعر بيرسم مشاعره قدام الكاميرا، يقدر يحول اي شخصيه مهما كانت بسيطه لشيء مليان مشاعر وصراعات.
تيموثي بيقدر انه يدمج طابع السينما الاوروبيه اللي فيها مشاعر كتير مع الجرأة الامريكيه، لان هو عاش في ثقافتين مختلفين، وده بيخليه مختلف عن ممثلين جيله في هوليوود، وهم نفسهم بيعاملوه كرمز لان هو حقيقي في مشاعره اللي بيطلعها على الشاشه. تجسيده للشخصيات دي بيكون ليه تاثير اكبر من كونه مجرد شخصيه في فيلم. ديني فيلينوف نفسه قال انه من اعظم الممثلين اللي شافهم في حياته، عنده قدره يسيطر على الشاشه من غير ما يتكلم، يعني اول ما يظهر كده بياخد الجو كله، وده حقيقي فعلا. اتفرج على فيلم ديون خصوصا الجزء الثاني يا جماعه، اداؤه كان مش طبيعي، وليه المشهد اللي هو كان بيزعق وبيتحول فيه، يعني ده واحد من اجمل المشاهد اللي شفتها في السينما من بعد مشهد دانيال دي لويس في فيلم There Will Be Blood. ولا ممكن كان في حاجه تانية اجمد. المهم يعني ان هو كان مشهد جامد يا جدعان. ميريل ستريب قالت ان تيموثي ممثل نادر حاليا، كانه جاي في وقت غلط من زمن تاني، مشاعره بتوصل لاي حد والكاميرا بتختاره هو عن اي ممثل غيره. كريستيان بيل برضو قال ان تيموثي بيفكره بنفسه لما كان شاب، خصوصا ان اختياراته صعبه وفيها خطوره، وده ممثل فهم اللعبه من بدري. وبصراحه ممثله يعني انا ما كنتش اعرفها، ليزا كودرو، يعني بس عايز احط التصريح بتاعها عشان هي بتؤيد الكلام اللي احنا بنقوله في الفيديو. قالت ان ده ممثل كلاسيكي في عصرنا دلوقتي، وده نادرا ما يحصل. وسع انت بقى كده عشان الباتشينو بنفسه اللي ما بيتكلمش عن حد خالص اصلا، وتقريبا ما بيتكلمش في 2021 اتكلم عن الممثلين الشباب، او ما اتكلمش، هو اتسأل يعني. الوحيد اللي قال اسمه هو تيموثي شالاميت، واحد من الممثلين اللي بيدوا امل للسينما في المستقبل، عنده قدرة الممثلين اللي كانوا موجودين في الجيل الذهبي، واخد نفسه بجدية مع انه لسه صغير. يمكن هو ظهر من قريب بس رحلته كانت طويلة. اتولد في نيويورك، اب فرنسي وام كانت ممثله زمان، طفولته كانت بين نيويورك وفرنسا، عشان كده كان متاثر بمدرستين مختلفين تماما في السينما. بدا بادوار صغيره زي لو اند اوردر، وظهوره كان سريع في فيلم هوملاند. بس نقدر نقول ان اللحظه اللي بدا ينفجر فيها والناس تشوف موهبته التمثيليه الحقيقيه كان في 2017 في فيلم كول مي باي يور نيم، والفيلم ساعتها طبعا نجح بشكل مش طبيعي، والناس بدات تتكلم عليه ويقولوا ان ده نجم المستقبل. بس في ادوار كانت مؤثره في مستقبله زي ليدي بيرد وبيوتيفول بوي مع ستيف كاريل، وكمان دون، طبعا واحد من افضل سلاسل الافلام اللي اتعملت من بعد سلسله افلام لورد اوف ذا رينجز. متهيألي ما شفناش بعده ترولوجي كده عليها القيمه وتتفرج عليها تقول غير دون بصراحه. وحاليا هوليوود بتتعامل مع تيموثي شالاميت كرمز، مش مجرد ممثل موجود على كل المجلات، موجود في اي حدث فني، وليه تصريح برضه شبه اوستن باتلر، عايز ادوار تكسره تخليه كل شويه محتاج يبني نفسه من جديد. بصوا بقى، قبل ما نتكلم كده على كريزة الفيديو، اعمل لايك، اشترك في القناة لو لسه مش عامل سبسكرايب، عشان لما نتكلم على الممثلات البنات الجديدة هيجي على بالك مين مثلا اللي ظهروا اخر 5 سنين. انا عن نفسي فلورنس بيوغ، او يعني بيو بتختلف الاقاويل، بس الحاجة اللي بتشترك فيها فلورنس بيو مع اوستن وتيموثي هي اختياراتها المظلمة والمعقدة، وفي نفس الوقت برضو بتخليك تتعاطف معاها، بيكون ليها بصمة وتأثير في الفيلم حتى لو دورها صغير، ما بتخافش من الفشل في الادوار، وعندها جرأة مش طبيعية. تعرف بس تقول لي انا قلت كام مرة في الفيديو ده مش طبيعية؟ مش طبيعي والله. Are you ready? Yes, I'm ready. Cool. You lead, I'm following. 1, 2, 3, 4. مبدئيا هي اترشحت للاوسكار والبافتا في 2020، ده كده قبل ما نقول اي حاجه يعني. ادوارها من اول فيلم ميد سمر اللي كان رعب نفسي ودور صعب الصراحه، فيلم كان يعني متروس مشاعر عكس بعض، ودور فعلا ما كانش سهل. فيلم ليتل وومن، الدور اللي رشحها للاوسكار ميريل ستريب، قالت وقتها ان فلورنس بيو عندها حضور مش طبيعي. اعمل ايه طب؟ هم بيقعدوا مثلا يقولوا عندها حضور جامد ومش عارف، فانا بختصر كل الهيصه اللي في التصريح دي في مش طبيعي، كده كده هتوصل يعني. ومش عارف برضو ميريل ستريب هي تقريبا عماله تقول تصريحات كل شويه حد يطلع ايه ده ممثل جامد، ده ممثل مش عارف ايه. يا ست اقعدي في البيت بقى، انت خلاص بتموت. المهم ان حتى دورها في فيلم بلاك ويدو كان من افضل الحاجات في الفيلم، واثبتت ان هي زي ما بتنجح فنيا فتجاريا لا هي هتودي يعني. المخرجين اللي اشتغلوا معاها اتفقوا جميعا بقى من اول مخرج ميد سمر لحد ديني فيلينوف دون بارت 2 ان هي ممثله موهبه مش هقول مش طبيعيه، موهبه طبيعيه بقى، وهتكسر الدنيا في المستقبل. وانتوا عارفين ان دايما النقاد كده بيتجمعوا مع بعض في اوضه بقى ترابيزه الماسون
الماسونيه دي ويقعدوا يطلعوا القاب لكل ممثل وممثله. قالوا بقى عليها المره دي ان هي اكبر قوه عاطفيه ممكن تشوفها على الشاشه. بس عامه الكل شايف ان هي اسطوره جايه يعني لا محاله في المستقبل، وهي فعلا بدات تكتب اسمها من دلوقتي من ادوارها اللي بتنجح. بنت انجليزيه كانت بتحلم ان هي تمثل وهي طفله، وقالت ان هي اترفضت كتير وكانت خلاص هتشوف بقى مجال تاني تركز فيه. بس فيلم بميزانيه صغيره ليدي ماكبث اللي انا ما شفتوش بصراحه يعني، بس قولوا لي لو هو فعلا جامد ممكن اتفرج عليه. المهم ده الفيلم اللي غير رايها ورجعها تاني تكمل في التمثيل. بدا اسمها من وقتها يظهر ودخلت عالم مارفل، وقالت في تصريح ان هي عايزه ادوار ترجعها البيت معيطه. احب انا التصريحات الكريتيف دي، انما جو اشكر صحابي واشكر نفسي ويعني اتمنى اكون عند حسن ظن الجمهور، يعني الحاجات دي خلاص بقى هرسناها. دورها في فيلم دون جامد، وعايز اقول لكم ان الثلاث ممثلين دول موجودين في دون. العالم ده يا جدعان مش واخد حقه. وعامه انتظروا مني فيديو انا عايز اتكلم على السلسله دي، لان انا عملت لها ريوتش وخلاص اتفرجت عليهم، فانا عندي كلام كتير عايز اقوله الصراحه. يعني مش عارف هل استنى الفيلم الثالث لما يكون خلاص هينزل ولا اعمل فيديو من دلوقتي، مش عارف الصراحه. تيموثي، اوستن، فلورنس، ثلاثه كل واحد فيهم عنده شخصيه مختلفه، قصص غير، بس اللي بيجمعهم ان هم الثلاثه عندهم ليميتس عايزين يكسروها، يعملوا سقف جديد في هوليوود. مش هيكونوا مجرد اسم عابر يتحط على البوستر وخلاص. كل واحد قرر انه يبقى فنان حقيقي في وقت كل حاجه دلوقتي هي ايرادات والفيلم كلف كام وعمل كام. الثلاثه دول تحديدا انا بشوف ان هم يقدروا يوصلوا لمستوى الجيل الذهبي في هوليوود، يصنعوا اساطير جديده ويغيروا شكل السينما عامه. بس انا مهتم اعرف رايكم، مين افضل الممثلين الشباب اللي ظهروا اخر 5 سنين انتوا بتشوفوهم يعني هيكسروا الدنيا بعد كده؟ قولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. يا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك، ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان ممكن ما تشوفنيش تاني، لان انا يعني هتلاقيني مش بظهر كتير، يوتيوب بيحب يكرف لي، فبس الحمد لله يعني هعمل ايه. دوس على الجرس الصغير اللي جنبه بس كده، وساعتها يوصلك نوتيفيكيشن لما انزل فيديو، ومش هيبقى لي حجه بقى، مش هقعد اصح لكم كل فيديو اشتركوا في القناه، لا يعني هبقى اعدي بقى الدنيا. شكرا انك اتفرجت عليا لحد هنا. لو حابب تتواصل معايا سيب لكم لينك اكونت الانستجرام تحت في الديسكربشن زي كل فيديو، وبس كده، مع السلامه.